فيما يتعلق بأوضاعهم الاجتماعية وعلاقاتهم وترابطهم، وذلك أن هنالك ما يخدش ويخل بهذا المجتمع في بعض الصفات وبعض العادات وبعض الأمور التي ينبغي أن نحذر منها. واللقاء والحلقة اليوم حول تتبع عورات المسلمين. لا شك أن هذا داء من الأدواء التي تحرص الشريعة أن تبعد وتحذرنا منه، وذلك وقاية لأواسر الأخوة والترابط الاجتماعي والأخوي الإسلامي فيما بين الناس. يطيب لنا في بدء الحديث أن نتعرف ما هي العورة وما المقصود بها، وكذلك ما يتعلق بعناية القرآن الكريم بهذا الأمر سواء في بيانه والتحذير منه، ومعرفة كذلك إن شاء الله حكمه، ثم نتابع ما يتعلق بفقرات هذا الموضوع. فليتفضل فضيلة الشيخ في بيان ما المطلوب كمدخل لهذا الموضوع إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قبل الحديث عن موضوع العورات أو تتبع العورات لا بد من الإشارة إلى أن الشرائع السماوية كلها وحتى قوانين الأرض والفلسفات البشرية لوحظ من خلال التتبع والاستقراء إلى أنها تسعى إلى حماية وحفظ مجموعة من الأشياء أو مجموعة مما يعده الناس قيما أو قضايا مهمة في حياة الإنسان. وقد ذكر علماء الإسلام هذه في كتب الأصول، وخاصة الإمام الغزالي والإمام الجويني ومن تبعهم بعد ذلك من علماء في مختلف المذاهب الإسلامية، فقالوا بأن الشرائع جاءت لحماية كليات 5. هذه الكليات هي كلية الدين وكلية النفس وكلية العقل وكلية النسل وكلية المال، وأضاف بعضهم كلية الأعراض. فما من شريعة من الشرائع ولا نظام من النظم إلا ويحاول أن يحفظ هذه الأشياء وأن يعمل على حمايتها من حيث الوجود، وحمايتها كذلك من حيث أن لا تزال وأن لا يتم انتهاكها والتعدي عليها. وما نتحدث عنه اليوم اللي هو موضوع العورات إلى حد كبير ربما يندرج معنا في موضوع الأعراض، ما يتعلق بموضوع الأعراض. فالإنسان هنالك مجموعة من القضايا يعتبرها من الخصوصيات التي يجب أن لا تكون محل المساس أو محل الانكشاف أو محل أن يراها الآخرون. فالعورات بشكل عام في لغة العرب كل ما هو مستقبح أو كل ما هو فيه خلل أو نقص أو ما ينبغي ستره عن الآخرين وعدم تعرضه للانكشاف يعد ذلك عورة. ولكن ذهبت كثير من بالذات الآراء الفقهية إلى تناول مفهوم العورات أحيانا فيما يتعلق بالعبادات وخاصة في الصلاة، فتجد أن من شروط الصلاة مثلا ستر العورة، ويحدد بعد ذلك مفهوم العورة وهو المناطق التي يجب أن تستر أثناء الصلاة. فمثلا الرجل يكون ساترا لما بين سرته وما بين ركبته، بين سرته وركبته، يعدون هذه مثلا منطقة يجب أن تستر في الصلاة. وبالنسبة للمرأة مثلا كل جسدها يجب أن يستر في الصلاة ما عدا وجهها وكفيها، فيعد ذلك مما ينبغي ستره وعدم انكشافه. نعم. ولكن إذا ذهبنا إلى أبعد من ذلك فيما يتعلق بموضوع عورات المسلمين، فإن كل ما يحرص عليه المسلمون مما يجب ستره من نسائهم ومن أعراضهم ومن قضاياهم الخاصة، سواء كانت قضايا أسرية أو قضايا شخصية، كل ما يرى الإنسان بأن ذلك مما هو يدخل في دائرة الخصوصيات ولا يحب أن يكون مكشوفا للآخرين، فإن ذلك يدخل معنا في هذا العنوان. فكثير من الناس لا يحب مثلا حتى خصوصياته العادية أن تكون محلا للنشر، سواء كان هذا الأمر حتى مستقبح أو غير مستقبح. فمثلا يكون الإنسان له تجارة، مثلا تجارته عنده مساحات يرى أن هذه يجب أن لا تكشف ويجب أن لا تعرف، فمن حرص على التتبع والملاحقة والتجسس
في سبيل الحصول على ما هو مستور، فإن ذلك مما يدخل في مفهوم تتبع العورات. تتبع العورات، وتتبع العورات أول فيه اقتحام عموما لحرمة من الحرمات وهي حرمة الأعراض. نعم. والله سبحانه وتعالى جاء في كثير من أحكامه بأن تراعى هذه الأشياء. فالإنسان يجب أن نحفظ له عرضه، ونحفظ له خصوصيته، ونحفظ له أموره الخاصة التي يجب أن لا تكون محل التناول العام، أو محلا للكشف، أو محلا للتندر، أو محلا للنشر العام. فهذه يجب أن تراعى، والشريعة الإسلامية قد جاءت بذلك. والخروج عن هذه المسألة يعد في الشريعة من الإيذاء المحرم. فالتجسس يدخل معنا في هذا الجانب اللي هو تتبع الناس، والغيبة تدخل في هذا الجانب، والنميمة تدخل في هذا، كلها تدخل معنا في مفهوم تتبع عورات المسلمين. وهنا ونحن نتكلم عن قضية عورات المسلمين، علينا أن لا يفهم من كلمة المسلمين بأن والله عورات الآخرين مباحة. ليس المقصود كذلك، لأن في الشريعة الإسلامية كافة أهل الذمة ممن لهم ذمة وعهد للمسلمين، فإن عوراتهم أيضا يجب أن تصان، ويجب أن لا تكون محلا للانكشاف. فكما أننا نحمي عورات المسلمين، كذلك نحمي أعراض غير المسلمين وأموالهم وأنفسهم. فإن المفهوم أوسع على كل في هذا الاتجاه. بارك الله فيكم على هذا الاستهلال وهذا الإيضاح. ولعل من هذا نفهم حقيقة يعني قضية الحكم الشرعي، حتى نخلص إلى أن المؤمن دائما وأبدا من خلال النصوص ومن خلال كذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقف على الحكم الشرعي، حتى يكون وقافا أمام حدود الله عز وجل، ويعني يرعى للمسلم ولغير المسلم فيما هو من حقه أن يعني يعطيه هذا الحق، بحيث لا يتعدى على في أين يقف، يعني أين نستطيع أن نقول الحكم الشرعي بالنسبة لهذه القضية. بارك الله فيكم. نعم، أولا لا بد أن أشير تتمة للسؤال السابق فيما يتعلق بالعورات وما يتعلق بهذا المصطلح. علينا أن نذكر الناس أولا بأن كتاب الله سبحانه وتعالى أشار إلى هذا المفهوم، مفهوم العورات أو مفهوم السوءات. نعم. أشار إلى مفهوم السوءات بالنسبة لآدم عليه السلام، فبدت لهما سوآتهما فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وبين كذلك في أكثر من موطن في كتاب الله مفهوم العورة، إن بيوتنا عورة، مش كده؟ نعم. وكذلك عورات النساء، وعلى الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. وكذلك على كل أكثر من 3 آيات تقريبا وردت فيها مصطلح العورة أو العورات، وبالتالي هذا المصطلح له على كل حضوره في المصطلح القرآني. نعم. كذلك نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بين نعم. في أكثر من حديث موضوع أيضا العورات، يعني وأشار إليها عليه الصلاة والسلام. وذكرنا بأنه في المصطلحات الفقهية مصطلح العورة من المصطلحات الدارجة على كل في ستر العورات، خاصة في الشعائر التعبدية وفي غير الشعائر التعبدية. أيضا مسألة ستر العورة وهو أن الإنسان يكون في سائر حياته هنالك حد أدنى مما ينبغي أن يستره من جسده، ولا يجوز له على كل كشف. وبالتالي بهذا الاعتبار نلاحظ بأن موضوع العورات اهتم بها الشارع اهتماما كبيرا، سواء على مستوى الشعائر التعبدية أو على مستوى العلاقات الإنسانية والحياة العامة. فالإنسان في حياته يعني يراعي ستر عوراته، وفي تعبداته كذلك يراعي ستر عوراته. فمثلا ستر العورات في العبادات واجب من الواجبات، فلا يجوز للإنسان مثلا أن يطوف بالبيت عريان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز له أن يصلي وهو عريان وهو قادر على ذلك. بل بعض الفقهاء ذهبوا إلى أن من لم يكن ساترا لعورته لا تجب عليه الصلاة، لأنها من شروط الصلاة، والشرط يلزم من عدمه العدم. فمن لم يكن أصلا عنده ما يستر به جسده قد تسقط عنه على كل الصلاة. فذهب الفقهاء إلى هذا المذهب. وستر العورات بالمعنى الآخر ربما الذي يعني يكون أكثر شهرة الآن في حلقتنا هذه، وهو عدم كشف ما هو مستور للناس. فالناس الله تبارك وتعالى وضع لهم واجبات، نعم، ووضع لهم حرمات، وترك لهم مساحة للحريات. هذه الثلاثة لا بد أن تكون بالنسبة لنا متوازية وتسير باضطراد. فالواجبات ما يجب القيام به،
والحرمات ما يجب حمايته واتقاؤه وعدم تجاوزه. وبالتالي الحرمات يضع الله تبارك وتعالى لها حدودا، ويقول تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. الحريات هي المساحة التي تركها الشارع جل جلاله في مساحة الإباحة، أو ما يسمى عند أهل الأصول مساحة العفو. فللإنسان حريات يجب أن لا يتم الاعتداء عليه فيها، وللإنسان واجبات يجب القيام بها، وللإنسان كذلك حرمات وخصوصيات يجب أن لا تنتهك. هذه الحرمات واجب رعايتها، واجب رعاية هذه الحرمات، فلا يجوز لأي كائن من كان، سواء كان فردا أو كان سلطة أو كان ولاية أو أي حكومة، أن تقتحم على الناس خصوصياتهم التي تسمى حرمات. فللإنسان مثلا حرمة في جسده، وللإنسان حرمة في بيته، وللإنسان حرمة في أسرته. هذه الحرمات تندرج معنا على كل في كثير منها في أنها عورات يجب أن لا تمس ويجب أن لا تقتحم. فلا يجوز لإنسان مثلا وهو جالس في بيته أن يتم الاطلاع عليه، أو يتم التجسس عليه، أو أن يتم وضع بعض الأشياء التي يكشف من خلالها عورات هذا الإنسان. فعلى كل واجب على الناس مراعاة حرمة ستر العورات. طيب ماذا لو أن الإنسان اقتحم هذه الأشياء؟ نقول بأن ذلك من فعل هذا الأمر فإنه وقع في محرم من المحرمات، سواء كان ذلك بالتجسس. الله عز وجل يقول ولا تجسس، والتجسس هو محاولة تلمس ما خفي على الناس، أو عن طريق الغيبة وهو أن تذكر الناس بما يكرهون، أو عن طريق النميمة إلى غير ذلك مما يدخل معنا في كشف العورات، وكل ما هو ما ينبغي ستره. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه. نعم. مش كده؟ قال ولم يؤمن قلبه. قال لا تغتابوا الناس أو لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فمن تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته. لاحظ هذه الآن الجزاء من جنس إيه؟ جزاء من جنس العمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نغتاب الناس ونهى أن نتتبع عورات الناس، لأنه سبحان الله الأمرين مرتبطان ببعض. كثيرا ممن يتتبعون عورات الناس ليغتابون، ومن تتبع عورات الناس وحرص أن يحصل على معلومات خفية وسرية لن يسكت بها، سيعمل على نشرها. ثم هذا النشر للأسف الشديد في السابق كان عبارة عن مجموعة من الناس تجلس في مائدة أو تجلس في مكان ما ويتداولون الأمر، ثم عن هؤلاء ينقل عن خمسة عن خمسة. لكن اليوم في لحظة واحدة يمكن للإنسان أن يطلع على سر من الأسرار بعد أن تتبع فيه عورة مسلم فينشره على ملايين من الناس من خلال الوسائط التي انتشرت اليوم في عالمنا. فإن الإنسان سبحان الله يتتبع عورات الناس سواء بالوسائط المختلفة أو عن طريق الكاميرات أو غيرها، على كل، أو أن يضع الإنسان أداة تسجيل أو غير ذلك، أو حتى التلفونات اليوم صارت والعياذ بالله يتم اختراقها، الخصوصيات تنتهك. عندك صناديق بريد، عندك فيسبوك، عندك تويتر، هذه كلها تعتبر من القضايا التي يعتبر خصوصيات الإنسان. فبعض الناس سلطهم الله سبحانه وتعالى على محاولات التتبع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تتبعوا عورات الناس، أي نعمل على حفظ أعراض الناس ولا نتتبع عوراتهم. قال فمن تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. وهنا طبعا مسألة خطيرة جدا، وهو أن الله سبحانه وتعالى يتوعد هؤلاء الذين يعملون على تتبع عورات الناس وعلى كشفهم والله قد ستر على الناس. من الناس اليوم ليست له عيوب؟ الناس كثيرا جدا تقع في العيوب، ولكن الله تبارك وتعالى ستر على الناس. ولولا هذا الستر الذي ألبسه الله لعباده، ربما كما قال السلف رضوان الله عليهم لولا ستر الله على العباد ما جالس أحد. يعني لو افترضنا أن والله كل من يقع في ذنب من الذنوب أو في معصية من المعاصي افترضنا أنها تفوح رائحة هذه المعصية، تصور من سيسلم. ولذلك الله تبارك وتعالى من أعظم نعمه أن أسبل على الناس ستره، ستر الناس. طيب الله سترهم، أنت لماذا تكشفهم؟ الله عز وجل قادر أن يفضح الناس، لكن قال لا، هو يسترهم، هم يذنبون ويسترهم ويناديهم ويناشدهم أن توبوا إلي وعودوا إلي وتجنبوا ذنوب الخلوات وتجنبوا كذا، أنا الرقيب، أنا أتابع، أنا كذا. هذا شأن الله.
فالذي يحاول أن يقتحم هذه الأسوار فقد وقع في محرم بلا شك، وبالتالي يكون عليه إثم في الآخرة، وقد يكون متوعد عند الله سبحانه وتعالى، ويقع بعد ذلك في الميزان والعياذ بالله. وبهذا النوع من الأعمال قد يقع الإنسان في دائرة الإفلاس يوم القيامة، لأنه يتتبع الناس ويفضحهم ويكشفهم ويهددهم ويبتزهم إلى غير ذلك من الأشياء التي تطورت اليوم تقريبا وسائط التواصل في أنه كيف يقع الناس في كشف العورات. فعلى كل ما وقع في ذلك وقع في الحرام، وما وقع في ذلك وقع في محظور حذر الله تبارك وتعالى منه، وهو أن التوعد من الله عز وجل بأن يكشف ستر هذا الإنسان. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حذر ولاة الأمر من أن يتتبعوا كذلك عورات الناس، فإنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم. انظر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا تتبعت أنت عورات الناس أفسدتهم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الناس من أن ينقلوا إليه ما ستره الله من أمر أصحابه. كان يقول لا أريد أن تنقل إلي الخفايا، أريد أن أقابل كل أصحابي وأنا على صدر طيب دون أن أكون. وبالتالي حتى عند الأمراء النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأمير إذا تتبع عورات الناس أو جعل التتبع والريبة في رعيته قال أفسدهم أو كاد. إذا اتقى الأمير الريبة في رعيته أي أنه صار كثير التشكك ويتعامل بالريب ويتعامل بالتتبعات الخفية ويحاول يكشف ما ستره الله، ويعمل في المخابرات والأجهزة الأمنية في أن يتلمس ما بات خافيا عنه، فإن ذلك حتما سيؤدي إلى فساد الناس. وإذا فسد الناس والعياذ بالله فسد تلقائيا أيضا ملكه وفسدت ولايته. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يكل أمر العباد وخفاياهم إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا بدا له شيئا ظاهرا فإنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويحرص على ألا يكشف ستر الله تبارك وتعالى. فقد يكون الشخص انكشفت سوء من سوءاته أمام شخص، ولكنها لم تنكشف للملايين، فما الذي يجعلك أنت تنقلها إلى الرأي العام؟ وهي قضية خاصة، قضية معصية خاصة، أمر يتعلق به على المستوى الخاص. سبحان الله. شكر الله لكم هذا الإيضاح وهذا البيان الشافي. والحقيقة المسألة يعني المستمع والمستمعات الكرام المشاهدين، يعني مسألة جد خطيرة أن الإنسان يعني يقع في هذا، يعني الله عز وجل عليه رقيب، فإن تتبع فلا شك كما استمعنا الجزاء يعني من جنس العمل، إن لم يقدر ذاك على أن يعني يقتص أو يعني يأخذ حقه، فربنا عز وجل رقيب في هذا الأمر. فضيلة الشيخ، حقيقة مع زماننا كما تفضلت بالإشارة مع هذه الأجهزة التي يعني أصبحت لصيقة، وهي يعني كذلك سهلة النقل وسهلة النشر، وحقيقة البعض يعني في المجالس، وكما هو معلوم المجالس بالأمانات يعني ما يقال فيها وما يذكر فيها، وهنا يحصل من البعض حقيقة يعني بربما تساهل، فيلتقط ربما لقطة أو يعني يسجل كلمة، ويعني هنا من الأمانة ومن ما الذي ينبغي أن يكون يعني كلمة قد يظنها مفيدة وربما صاحبها لم يقلها لتنشر، كذلك الصورة في مكان معين مع ناس معينين قد لا يسمح. كيف حقيقة نضبط في هذا الإطار يعني مجالسنا وكلماتنا، وكيف نتعامل مع هذه الأجهزة حتى لا يحصل أن يقع الإنسان في أمر ربما يدخل في باب العورات ونشرها يعني؟ هو على كل الموضوع اليوم ما وصلت إليه الوسائط طبعا مما عمت به البلوى، يعني قضية النشر، سواء كان نشر الصوتيات أو كان نشر الصور أو كان نشر الفيديوهات صوتا وصورة، كل ذلك على كل مما عمت به البلوى، والناس إذاءها أصناف على كل عديدة، ويمكن أن نقسمهم إلى 3 أصناف. صنف هم المجاهرون سواء في الخير أو الشر، وهو الذي بمحض إرادته ينقل كل ما يتعلق به سواء كان خيرا أو كان شرا. فبعض الناس ينقل مسيرته من الصباح إلى المساء، دخل إلى القهوة يصور، دخل إلى الحديقة يصور، مع أطفاله يصور، وضع طعامه يصور، دخل إلى المسجد يصور، فصارت هذه على كل يجاهر بكل أوضاعه.
فهذا إن كان ما يفعله على كل بشأنه الخاص فهذا شأنه، نعم. إن كان على الأقل لا يمس أو لا يخدش أو لا يتجاوز الحدود فهذا على كل شأنه. هنالك الطائفة الثانية من المجاهرين وهم المجاهرون بالشر والعياذ بالله، الذين ينقلون كل ما ساء، لدرجة أن الوسائط امتلأت اليوم بكل الشرور التي ما عاد الناس، نسأل الله السلامة، يستحون مما ينشر. بعض هذا طبعا هذا المجاهر، هذا والعياذ بالله المجاهرون، وهؤلاء إشكاليتهم كبيرة جدا، لأن الذي سبحان الله يستحي من الناس أو من الله سبحانه وتعالى في أن يراه الناس على الأقل وهو على حالة سيئة، هذا يرجى له أنه لا زال عنده مساحة من الحياء، مساحة من الستر، ويتوقع بأنه مقر بأن ما يفعله ذنب، وبالتالي ليس كحال المجاهر. المجاهر اقتحم الأسوار، ويخشى أنه إن كان يفعل المنكر وهو يعتقد بأن ما يفعله حلال فقد يقع في الكفر. المجاهر هنا إشكاليته، قد يقع في الكفر من حيث لا يدري. أما المجاهر أو النوع الآخر الذي هو مجاهر كما ذكرت أنا في السيئات، فهذا إثمه أيضا كبير وخطير، وربما ينسد عليه والعياذ بالله الباب، وقد يضرب الله تبارك وتعالى عليه، لأن الله عز وجل يتوب على عباده كما جاء في بعض الأحاديث ويرحمه إلا المجاهرون. فالمجاهر هذا متوعد على كل، وقد يكون أمره خطير، وقد يضرب الله تبارك وتعالى ويختم على قلبه. فهذا النوع الثاني من المجاهرين. فعندنا عندنا المجاهر بالخير أو المجاهر بالمباح، وعندنا المجاهر بما هو سيء. عندنا النوع الثاني وهو أنه يجاهر بما يسمح له بالمجاهرة به في تجاه الآخرين. فقد يجد مثلا شيخ من الشيوخ يقول والله أنا أريد أن أتصور معك، فهذا يستأذن، وأيضا هذا الذي يستأذن إن كان ما ينشره وما يظهره للناس خير فعسى أن يكون فيه خير، ولكن يقع من البعض في هذا النوع الثاني على وجه التحديد في أنه يقتحم على الناس أسوارهم دون إذن. فمثلا يجد شخص وأسرته يصورهم من غير علمه ثم ينشر ذلك، وهذه اقتحام للخصوصية بطبيعة الحال، ولو تتبعه الإنسان قد يستطيع على كل أن يناله عن طريق القوانين الحامية للخصوصيات إلى غير ذلك. فهنا نلاحظ بأن ما عمت به البلوى قد يكون اختيارا وقد لا يكون اختيارا، يعني بعض الناس يتصرف من تلقاء نفسه دون أن. النوع الثالث من هذه الأمور وهو أن يقتحم الإنسان خصوصيات مستنكرة. يعني مثلا بعض الناس قد لا يبالي كثيرا إذا أنت والله أخذت منه صورة صحيح دون إذنه ولكن ليس فيها ما يخل، صورة عادية، لكن بعض الناس هو في وضعية ربما منكشف، هو جالس مثلا في مكان يظن نفسه فيه آمن وفي حرمة من حرماته كأن يكون الإنسان في بيته. فأنت تكشفه هو وأسرته في وضع ليس مناسبا وقد يكون وضعا مخلا. هنا طبعا أنت مباشرة دخلت والعياذ بالله في تتبع العورات وكشف على هذه العورات وإيذاء المسلمين، وهذه طبعا الإشكالية الكبيرة جدا، هو أن يقع الإنسان في هذا النوع من الدوائر الكاشفة والخطيرة. وبالتالي حقيقة نحن هنا ننبه الناس بأهمية أولا أن يكونوا حريصين جدا أن يلاحظوا بأن اليوم الوسائط صارت تقتحم علينا الأسوار، ودخلنا ربما في مراحل متطورة، وهذه ممكن نأتيها إن شاء الله، مراحل متطورة في أنه أحيانا كيف تحولت هذه الوسائط نفسها إلى ساحة للابتزاز، وساحة للتواصل غير المشروع، وساحة للعلاقات المحرمة، وساحة للعلاقات الخفية التي لا يجوز أي أصلا أن تقع بين الرجال والنساء مثلا. فهذه كلها من المساحات التي لا بد من الالتفات إليها والتنبيه إلى أن الإنسان لا بد من أن يكون حذرا وحريصا. وسبحان الله يعني نبهنا بعض مشايخنا جزاهم الله خير في قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها، يقول كنت احتار دائما ليش هذا التشديد في قضية أنه المرأة عليها أن لا تضع ثيابها في غير بيت زوجها، إلا قال لما رأينا الآن حجم الكاميرات المصورة للناس، أنت داخل في الاستوديوهات الصور الكاميرات شغالة، داخل المكاتب الخاصة الكاميرات شغالة، فلاحظ أنت من حيث لا تنتبه كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم لا يراعي واقعه الخاص فقط، ولكنه ينظر إلى المسألة إلى يوم القيامة. وبالتالي اليوم لو نظرنا أي امرأة صارت المشكلة حتى في بيت زوجها قد يكون في مشكلة، فما بالك أن تخلع ثيابها في غير
بيت. فكأنما النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة خرجت من بيتها فلتخرج محتشمة ولا تخلع ثيابها إلا أن تعود إلى بيتها، وفي ذلك حماية لها حتى إن تم أي التقاط أي صورة من الصور لا تكون هنالك على الأقل وقعت في إشكال من الإشكالات. اليوم تقريبا الناس للأسف يعني وزي ما قلت أنا ابتليت بها تحت حجج كثيرة جدا، بعضها حجج أمنية وبعضها حجج على كل المحافظة على يقول لك أنا أتابع تجارتي أتابع، فبالتالي يقع الناس حقيقة في كثير من إشكالات نتيجة هذا الانكشاف الهائل من خلال على كل الاتجاهات التي تعمل على تصوير الناس في كل لحظة من لحظات حياتهم. جزاكم الله خير على هذا الإيضاح. يعني يأتي أيضا في هذا السياق ما يعرف بحقيقة قضية القراصنة على الشبكات، ويتبعه كذلك ما يتعلق ربما من جهات ذات سلطة، يعني إلى أي حد يعني للسلطة مثلا يعني قضية أنها تريد أن تحافظ على الأمن وعلى كذا، يعني ما الضابط لهم أن يتخذوا مثل هذه الوسائل للوصول إلى ما يريدون من يعني معلومات في هذا الصدد؟ يعني هل هناك الشريعة تحافظ على خصوصية الناس أم بحجة السلطان أنه يصل إلى يعني قد تكون أشياء مضرة ومخلة بخصوصية الناس وحقوقهم الذاتية؟ يعني يا ريت لو نورتونا في هذا الصدد، بارك الله فيكم. جزاك الله خير. خلينا قبل ما ندخل إلى موضوع السلطات في نقطة مهمة جدا لابد من التنبيه إليها. نعم. وهو أحيانا التواصلات غير المشروعة بين الرجال والنساء، بين البنات والأولاد، البنين والبنات. نعم. يحصل فيها نوع من تبادل الصور المحرمة بطبيعة الحال، وندخل بعد ذلك في جرم آخر. يعني إذا كان التواصل من هذا النوع نفسه محرم، نعم. وأن تنكشف المرأة لرجل محرم، وأن يكون هنالك تواصلات على كل تبدي المرأة فيها عورتها وتتكشف، هذا كله محرم بلا شك. لو افترضنا أنه لم يخرج للناس فهي في هذه الحالة هي وقعت في إيه؟ وقعت. لكن الخطورة أن بعض من لا خلاق لهم ومن لا دين لهم يقومون بتصوير أخذ هذه الصور ثم يدخلون في مرحلة أخرى من المحرمات وهو الابتزاز. فيقوم الشخص مثلا الذي لا دين له يقول للفتاة أن والله أنا سأنشر هذه الصور إذا لم تقومي بتلبية الطلبات التالية. هنا يقع والعياذ بالله في إشكالات كبيرة جدا، قد يطلب منها مال، قد يطلب منها لقاءات محرمة، قد يطلب منها أشياء، وإلا ستقع هذه المسكينة تحت فريسة هذا النوع من الرجال الذين لا دين ولا أخلاق لهم. وهنا بطبيعة الحال يلزم الناس أن تكون على وعي تام، يلزم الرجال والنساء ينبهوا بناتهم، ينبهوا أولادهم، أطفالهم، حتى الأطفال يجب أن ننبههم على خطورة الدخول في هذه المتاهات التي ربما يحصل فيها. وحصل حقيقة كثير من الدراسات أثبتت الابتزاز حتى للأطفال، يحصل نوع من الابتزاز حتى للأطفال ويتم استجرارهم من خلال هذا النوع من الصفات. لا بد ونحن نتناول موضوع تتبع العورات أن نشير إلى هذا النوع من الإفساد. فهنا والعياذ بالله قد يقع الإنسان في المحرمات الكبرى، ليست فقط الصور والصور، لكن قد يقع في أكل أموال الناس بالباطل، قد يقع في جريمة الزنا، قد يقع في أنه يجبر هذه الفتاة على القبول بالزواج منه أحيانا بالإكراه، إلى غير ذلك من الأشياء حقيقة التي صارت اليوم والعياذ بالله نتيجة الضعف ونتيجة أحيانا عدم وعي الناس بالشريعة وبالقوانين كذلك، يقعون في إشكالات كبيرة جدا. فهذه لا بد من التنبيه إليها، وهي مما يندرج معنا في المحرمات التي أيضا لا بد من الإشارة إليها. أما فيما يتعلق بدور السلطات في تتبع الناس وتتبع عوراتهم، هذا لا يجوز على كل بإطلاق هكذا إنه والله كل ما أرادت الأجهزة الأمنية أو الأجهزة الشرطية أن تتتبع عورات الناس من خلال الواتسابات، من خلال خصوصياتهم، هذا كله مما يقع على كل في دائرة التحريم الشرعي. نعم. لكن إذا كانت هنالك واصلة مثلا الاتهامات أو دوائر الاتهام من خلال التتبع غير الاقتحام بالخصوصيات، فأشياء كثيرة تتبعتها الأجهزة الأمنية وجدت أنه والله هذا الشخص يقع في دائرة تهمة كبيرة وقد تؤدي هذه التهمة إلى وقوع جريمة. هنا لا يحق للشرطة مباشرة أن تقتحم خصوصيات الناس، ولكنها تذهب إلى النيابة. هذا البلدان التي تحترم نفسها تذهب إلى النيابة فتأخذ إذن من النيابة حتى تقوم لشركات الاتصال بأنه والله تكشف
لأن شركات الاتصال لا يحق لها بأي حال من الأحوال أن تكشف هذه العورات. وهنا طبعا برضو خلينا نقول برضو، حتى بعض الناس يتصور سبحان الله بأنه لما يقال لهم أن هذه مشفرة وأن هذه محروسة، يجب أن يتصوروا أنه في مساحة معينة هي مكشوفة لأصحاب الشركات. وهذا يجعلنا من باب أيضا الحرص والحذر، نعم. أنه الذين يصورون الفيديوهات والصور والمراسلات عليهم أن يدركوا بأنه كل ما هو دخل الوسائط هذه فإنما هو مكشوف في ساحة من الساحات، في موقع من المواقع، هو على كل مكشوف ومعروف ومتتابع، وهو قد يكون على كل القائم على هذا الملف لا لكن ثبت أيضا أنه والله يمكن هذا نفسه أن يكون محل ابتزاز في يوم من الأيام، ويمكن أن يكون ساحة للكشف في يوم من الأيام، لأن هذه المؤسسات تحتفظ بالمعلومات لمئات السنين، يعني أكثر 100 سنة ممكن تكون الملفات محفوظة، لكن بعد فترة حتكون مكشوفة عند الناس. فعلى كلما استطاع الإنسان أن يكون حذرا وحريصا، وخصوصا اليوم هذه الوسائط ليست في أمانة في أيدي أمينة كما يقول، إنما كثير منها هو في أيدي الكفار وفي أيدي أعداء الله تبارك وتعالى. فلا بد من أن ننبه على كل إلى أن الإنسان كلما ضيق دوائر الخصوصية كان إن شاء الله في مأمن من هذا الجانب. أما الحكومة إذا خلاص رأت بأن هنالك إشكال، فكما ذكرت يجب أن يكون الكشف عن طريق النيابة أو عن طريق المؤسسات القانونية، حتى لا يتم كذلك استغلال هذه الخصوصية وانتهاكها والاستفادة منها ربما فيما يضر. بارك الله فالموضوع فيك. ليس مفتوح، يعني بعض الناس يتصور الحكومة يحق لها أن تكشف كل شيء. شيء، لا، ليس كذلك. راعت الشريعة على كل هذا الموضوع، وثبت في السلف رضوان الله في الخلفاء الراشدين مثلا أحدهم تسور على الناس بيتهم فكانت المسألة ضده ولم تكن لصالحه، حتى لو تعلم أن هنالك أناس يسكرون داخل بيوتهم ما لك ولهم، هذه بيوتهم وهذه مناطق حرماتهم، عليك ألا تقتحمها. فهم مثلا عصوا الله تبارك وتعالى، ولكنهم ما اقتحموا على المجتمع حدودهم في الشارع العام في المواقع العامة، فلا يحق لك أن تقتحمهم في خصوصياتهم. بارك الله فيكم على هذا الإيضاح. حقيقة هناك يعني آثار يعني على الفرد وعلى المجتمع من خلال ربما يعني القراءة والتتبع، يعني مثل هذه الإجراءات ومثل هذه الأخلاق الذميمة قد تكون لها يعني حقيقة آثار متعدية، وربما تخلق أمراض نفسية وكذا، وتخلق إشكالات يعني في حياة الناس، سواء كانت أمراض عضوية أو نفسية يعني. وهذا حقيقة من الآثار السالبة في الوقوع في مثل هذه الأضرار ومثل هذه الأشياء. ولهذا كيف يعني نوعي الناس أنه يعني هذا يولد مثل هذا الأمراض، والإنسان ربما يعني إن سرب له وإن خلاص أصبحت مثلا يعني هذا معتاد، قد يظن الإنسان يعني يذهب به الأمر إلى أن يشك في كل شيء، وأنه متتبع، وأنه يعني الخوف يصبح شيء من ديدنه ومن مكونات حياته يعني. ولهذا يعني لعلنا نلفت أيضا أنظار الناس إلى أن هذا التتبع قد تكون له آثار حقيقة سيئة في حياة الناس، يعني هذا أيضا جانب يجب أنه لو أشرتم له، يعني وجدنا ثقافة ووعي عند الناس بهذا الخصوص. الله يجزيك الخير. يعني طبعا نحن للأسف الشديد بالرغم من أن شريعتنا جاءت بحماية الحرمات والخصوصيات ورفض التجسس وعدم التتبع ورفض الغيبة والنميمة وحفظ الأعراض، لكن سبحان الله تجد بأن ربما المجتمعات الأخرى في بعض الجوانب قد تكون أفضل منا كثيرا، خاصة فيما يتعلق بالعقوبات المترتبة على انتهاك هذه الخصوصيات وانتهاك هذه الأعراض وتتبع العورات. للأسف الشديد أحيانا نحن نتركها هكذا لعقوباتها الأخروية، وكثير من الناس لا يرتدعون بهذا. يعني هو أصلا لو كان يخاف الله سبحانه وتعالى ويتقي ما انتهك حرمات الناس ولا تتبع عورات الناس، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه. فهؤلاء الذين لم يؤمن قلبهم وهم يعدون من أهل النفاق، طبعا هؤلاء الذين يتتبعون الناس بهذا الشكل نفاقهم نفاقا عمليا على الأقل. فلا بد من أن نعمل في أكثر من مسار. المسار الأول هو مسار وعي، توعية الناس ودعوتهم إلى الأخلاق الحميدة، وإشعار الناس بأن موضوع الحرمات هذا عظيم جدا، ومن القيم النبيلة أن الناس يعملون على رعاية
هذه الخصوصيات، وأن تكون هذه ثقافة عامة يبدأ فيها الأطفال من نشأتهم ومن خطوطهم، بحيث والله الإنسان يعني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يعني هذه القاعدة سبحان الله لو تعلمها الإنسان. وقاعدة أخرى وهي قاعدة الحياء، إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء. فهذه المعاني إذا غرست في الناس منذ تنشئتهم يربى عليها الصغير وينشأ عليها الكبير ويشب عليها الكبار بطبيعة الحال، فإن ذلك أولا يوجد حالة عامة في أن والله الناس تعمل على رعاية الحرمات وأن لا تنتهك هذه الحرمات، وأن انتهاك الحرمات يعد مما يغضب الله تبارك وتعالى، وفي نفس الوقت يسيء للمجتمع كما تفضلت. أيضا علينا أن نوعي الناس بحجم الأضرار التي تنتج عن انتهاك هذه الأمور. يعني كما تفضلت أحيانا بعض الناس تحطمهم مثلا بنشرك لصورة، الله تبارك وتعالى سترهم وما أراد لهم أن يفضحوا، وأنت تقوم والله وتنشر صورة من الصور وتنهي تماما أحيانا مستقبل الإنسان كامل. وسبحان الله الناس لا يرحمون، يعني يمكن أن تعصي الله تبارك وتعالى سنين طويلة ثم تتوب إليه فيمحو الله تبارك وتعالى، لكن الناس ليسوا كذلك. تحسن للناس، يرونك على الجادة وعلى المظهر الطيب 50 سنة، وفي لحظة واحدة تبدر منك خطيئة فيسقطونك ويمحو 50. فالناس ليسوا رحماء بطبيعة الحال بأحوال، وبالتالي بعض الناس للأسف الشديد يقوم بتدمير بعض الأطراف نتيجة خصومة معينة، نتيجة عداوة معينة، نتيجة حسد معين، فيقوم مثلا باستهداف فئة، استهداف أسرة، استهداف فتى، استهداف شاب، حتى يعمل على تدميره وإنهاء مستقبله. فعلى كل هذه من القضايا أيضا التي لا بد من أن ينشر حولها بحيث الناس تدرك المخاطر. بعض الناس أحيانا عندما تنشر له صورة من الصور قد يكون والله مثلا يقوم بأن يرى خلاص مستقبل انتهى فينتحر، أو بعض الناس أحيانا لا يدقق. حتى في اليوم أيضا لابد أن نشير إلى أن الوسائط هذه وصلت إلى مستوى الذكاء الاصطناعي مثلا، وصل إلى حالة من الدبلجة في الصور والدبلجة في الأصوات ما يجعل الناس ممكن يرتكبوا جرائم في بعضهم البعض. فكل ذلك لابد من أن ننتبه إليه. ونحن يعني ممكن أن ترتكب جريمة قتل بتلاعب مثلا الذكاء الاصطناعي اليوم. يعني مجرد أنك أنت والله تصور صورة معينة صورة معينة لإنسان أو لإنسانة وتعمل على نشرها وهي كاذبة، فكيف أيضا نبين للناس أهمية التثبت والتبين، وأن والله اليوم الوسائط صار فيها التلاعب بنسبة كبيرة جدا. فقاعدة فتثبتوا وتبينوا لابد أيضا أن تكون حاضرة عندنا في هذه الوسائط. النقطة الأخيرة أيضا لابد من أن يكون هنالك قوانين صارمة فيما يتعلق بالتلاعب الإلكتروني واستخدام هذه الوسائط لنشر الأكاذيب ونشر الأباطيل ونشر العورات. كل ذلك يتطلب كذلك على كل قوانين صارمة وجادة، حتى لا يكون التتبع عورات الناس سلوك وثقافة عادية تمر دون أن تجد لها عقوبات رادعة. بارك الله فيكم على يعني هذا الإيضاح الذي حقيقة يعني يجعل المسلم يعني واعي، ويجعله أيضا دائما حضوره ومشاركاته ووجوده حقيقة في هذه الوسائط وفي هذه يعني الآن قد لا يكاد يخلو من مجموعات يعني حقيقة، والإنسان بين يعني خوف وبين يعني رغبة في الخير يتواجد يعني في أكثر من يعني من مجاميع يعني خاصة واتساب وغيره. وعلى هذا القرار حقيقة يعني المجموعات قد لا تكون على يعني إدراك واحد يعني، وقد لا تكون فيها التواؤم أو الوعي الكافي المطلوب. ومن هنا حقيقة لعل من المفيد يعني أن تكون يعني هذه المجموعات يعني ضوابط لعل نلفت يعني نظر الناس في الخصوصيات وفي المراعاة كذلك كما تفضلتم به، لكن يؤكد على أنه يعني الناس تكون حذرة ومعاملاتها كذلك يعني وجودها وجود يكون وجود يعني له مقاصده الطيبة. ومع هذا دائما ننبه ولعلكم تتفضلوا بالتنبيه على أنه يعني تظل العورات وتظل الخصوصيات دائما يعني حاضرة فيما يعني ينشر ويقال يعني. بارك الله فيكم. وفيما يتعلق بالموضوع النشر أو التواجد في المجموعات أو الوسائط أو الصفحات الخاصة، أول قاعدة هو ما تراه سرا يجب أن لا يتجاوز صدرك.
إذا هو سر خلاص يبقى عندك سر. لذلك أنا كثيرا ما أقول للناس ما لا تريد أن يسمعه الآخر احتفظ به ما في ولا داعي. تكتبه. مجرد أن كتبت خلاص خرج عن دائرة السر، بعد كده سيتناوله الناس. واليوم نحن تقريبا في دوائر النقل التي لا حدود لها، يمكن كلمة واحدة تصدر ويتناولها الكل والناس قد لا يعرفون مصدرها أصلا. فعلى كل ما لا تريد أن ينسب إليك وما لا تريد أن يكون ساحة للتداول يجب أن لا تنشره، سواء في لنفسك، لأولادك، لأسرتك. جميل. هذه جانب مهم جدا لا بد من الالتفات إليه. النقطة الثانية أيضا علينا مراعاة الخصوصية ابتداء في أنفسنا. فكثير من الناس للأسف الشديد أحيانا هو من يقتحم خصوصيته. يعني عندما يكون سبحان الله الإنسان مكشوف تماما في سره وجهره. يعني هل مثلا شخص ماشي العمرة ودار يطوف ببيت الله الحرام، هل يلزمه أن يصور نفسه أثناء الطواف؟ هل أنت والله وقفت في الصف تريد أن تصلي، هل يلزم أن تأخذ صورة أثناء وتعلنها للناس؟ يعني في إشكالات كبيرة. هل وأنت تأكل مع أسرتك في وجبة خاصة، هل يلزم أنك والله تصور الوجبة وتنشرها للناس في الجروبات؟ وهنا طبعا أنا أدخل إلى شيء آخر، وهو يعني كثير من الناس سبحان الله يصابون بالعين والحسد مما ينشرون، وهو يتصور أن الأمر عادي، ويتصور نشره لطفله أو نشره للأكل أو نشره. أحيانا سبحان الله وأنت تنشر الطعام بس مجرد ما يكون يقع على عين شخص وهو مسكين قد يكون معجب بالحالة وليس حاسد، فيصاب الإنسان بالعين المعجب. ففي كثير من الأشياء للأسف الشديد نحن نقع فيها دون أن ننتبه، لأن والله نحن من نصيب أنفسنا بكثير من الإشكالات قبل أن يصيبنا الآخرون. فهذه أول لا بد من الالتفات إليها والتنبه على كل. النقطة الأخيرة أيضا أو النقطة الثالثة، هنالك قاعدة إياك وما يعتذر منه. يعني أي قضية تتوقع أنه والله سيعقبها اعتذار لا تكتبها ولا تقع فيها. سبحان الله. وهذه قاعدة وضعها كثير من الناس، أنه والله في حياته هكذا قضية بكرة سأعتذر منها لا أكتبها ولا أنزل فيها ولا أقول. قضية لا أريد أن تصل شخص بعينه، مثلا أنا عندي مثلا فكرة أريد أن أرد على فلان، لكن أرد عليه في دائرة خاصة لا أريد أن تصله، إذا ما ترد عليه أحسن. إذا كان ستعقبها اعتذارات وسيعقبها إنه والله أنا ستكون عندي جلسات محاسبة لا أدخل فيها. فهنالك جملة من القضايا على كل التي تتعلق ابتداء بأنه والله كيف أنت تحكم نفسك قبل أن تطالب الآخرين بأنه يحكمون. ثم أيضا النقطة الأخيرة، وهذا من باب أيضا العهود والمواثيق، إذا كانت افترضنا بأن هنالك مجموعات خاصة وينص على أنها هي مجموعة خاصة وما يسمونه بالجروب الخاص يتم فيه تداول قضايا معينة ومؤتمن بين أصحاب المجموعة ألا ينشر خارج المجموعة، هذا أيضا يجب أن يلتزم بها. وهذا من الوفاء بالعهود والوفاء بالعقود وكذا. مثلا بعض الناس يكون عندهم تجارة مشتركة يتداولون كل ما يتعلق بهذه المعلومة فيما بينهم، فيقوم واحد يخرج هذه المعلومة إلى جهات أخرى وقد يبيعها وقد يكون فيها خيانة. هذا كله يدخل معنا على كل في تتبع العورات وكشف المستور وإلى. فعلى كل مع مزيد من الانكشاف العام عبر الوسائط التكنولوجية، أنا أعتقد بأن حجم التدين أيضا المواكب لذلك يجب أن يزيد. الله عز وجل سبحان الله في كثير من الآيات يشير ليعلم من يخافه بالغيب. اليوم أنا أقول أكبر مساحة ينكشف فيها الناس في إنه والله أنت تتقي الله في الغيب أو لا تتقيه الوسائط. يعني عندك ما شاء الله وسائط هائلة تستطيع أن تصل فيها إلى ملايين من البشر، تستطيع أن تكون فيها تقيا أو فاجرا. هنا تأتي قضية سبحان الله خاصة في الحج، وردت عدة آيات يشار فيها أن الله حرم أشياء ليعلم من يخافه الناس غيبا. لاحظت مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يجد شيئا ميتا أو يجد شيئا مقتولا أو يجد شيئا أو يجد من الحمر الأهلية، فتارة يقول افعلوا كذا لا تفعلوا كذا. وفي النهاية القضية كلها لها علاقة بإيه؟ هل أنت تخشى الله في الغيب؟ تخشى الله تبارك وتعالى في الغيب أم لا تخشى؟ اليوم أنا أقول ساحات الوسائط هذه محل اختبار هائل للناس. ويحضرني في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأختم به حديثي في هذه الجزئية، وهو يأتي يعني يوم القيامة أناس بأعمال وحسنات مثل جبال تهامة،
قال فيجعلها الله هباء منثورا. فتعجب الناس كيف إنه إنسان يأتي بأعمال هائلة ويجعل الله ذلك هباء مستورا. قال لأنه لم يتق أو لم يخاف الله تبارك وتعالى في غيبه، أو كان لا يستحي من الله تبارك وتعالى ولا يراعي مراقبة الله تبارك وتعالى. فهذا العصيان الخفي الذي يمارسه هنا أكثر ما يمكن أن يقع في زماننا. فكثير من الناس تجده يظن بأنه والله هو مستور، ولكنك أنت منكشف. واليوم سبحان الله قرب الله تبارك وتعالى لنا من خلال هذه الوسائط كيف تعمل حتى عوالم الملائكة. يعني أنت تصور، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب، صوت وصورة، كل ما هو مكتوب. يعني أحيانا تجد لما أنت والله تريد تنقل من جوال إلى جوال، وكل الأشياء التي كانت تسجل شيء مهول، شيء مهول، بس لمدة 2 3 تلقى أنت والله ملأت سجلات. فما بالك ملائكة الرحمن الذين يدونون إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. سبحان الله. جزاكم الله خير على هذا الإيضاح، شكر الله لكم ونفع بما قلتم. والحقيقة كما ذكر فضيلة الشيخ كان الحال كما جاء في الحديث: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار كذلك. يعني حقيقة الخير أصبح يعني موجود وبدقة الزر يأتيك، وكذلك يعني الشر. وفي هذا السياق برضو متعلق بموضوعنا بموضوع حقيقة العورات والحفظ فيها والاهتمام بها، ويعني مراعاة الخصوصية ومراعاة يعني أحوال الناس. ودائما المنطلق هو منطلق يعني إيماني، بقدر ما يكون الإيمان حاضر والشعور بمراقبة الله وبما يرضي الله سبحانه وتعالى متوفرة، فكذلك الإنسان يعني حقيقة يكون محافظا على كلمته، محافظا على شعور الآخرين، محافظا ومراعيا للحقوق من الله عز وجل ومن الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وبما قلنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون نلتقيكم ونحن على خير. إلى ذلك اللقاء استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.